السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوت ميرا. والنهاردة إن شاء الله هناخد بقية الفيتال ساينس وهناخد البلس. بس قبل ما نبدأ محاضرة النهاردة أحب أذكركم إن امتحان الميد ترم قرب، تقريبا هيبدأ من يوم 13/11. امتحان الميد ترم مش أي امتحان، وخصوصا لأساسيات التمريض. أساسيات التمريض عليها أعمال سنة ودرجات كتيرة جدا، يعني تعتبر درجات كده حاططها في جيبك قبل ما تدخل الامتحان، ما تضيعهاش منك. لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر عن او نصايح اكتر لكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، انا عامله فيديو عن كده هسيبه لكم في رابط الوصف، يا ريت تتفرجوا عليه، هيفيدكم جدا وخصوصا لامتحان الميد تيرم. وزي ما اتفقين كل مرة قبل ما نبدأ محاضرة النهاردة بناخد الاوت لاينز بتاعت المحاضرة. محاضرة النهاردة اسمها ايه؟ بالز يعني نبض. ايه هي الاوت لاينز اللي انا عايزاها؟ اول حاجة definition of pulse، تعريف البلس. السايتس اوف pulse، ايه هي اماكن البلس. تالت حاجة characteristic of pulse، ايه هي مميزات وخصائص البلس. اخر حاجة هناخدها الفاكتور affecting of pulse، والسايتس والكاركترستيك. دول اكتر حاجتين لو انتوا طلعتوا من المحاضرة بيهم يبقى انتوا انجزتوا. واول حاجة هناخدها النهاردة ايه هو الديفينيشن بتاع البلس. يعني ايه بلس؟ بلس يعني ويف. ويف يعني رفرفة. عارفين لما بنقول انا عيني بترف، هي عبارة عن رفرفة. يعني ايه ويف؟ يعني رفرفة. رفرفة ايه بقى؟ رفرفة الدم. تتقال ازاي؟ ويف اوف بلاد، عبارة عن رفرفة للدم. ويف اوف بلاد. طيب اتكونت بواسطة ايه الرفرفة ديت؟ جت ازاي؟ جريتد باي كونتراكشن يعني انقباض. انقباض ايه؟ left ventricle of heart. contraction of left ventricle of heart اللي هو البطين الايسر للقلب. يبقى هي عبارة عن رفرفة للقلب. ناتجة عن ايه؟ ناتجة عن انقباض البطين الايسر للقلب. اختصار او تلخيص التعريف بتاع البلس هو عبارة عن رفرفة للدم ناتجة عن ايه؟ ناتجة عن انقباض البطين الايسر للقلب. يبقى هي عبارة عن ايه؟ wave of blood، رفرفة للدم. جريتد باي، ناتجة عن طريق كونتراكشن، انقباض ايه؟ الليفت فنتريكل اوف هارت. وتاني اوت لاينز معانا ايه هي السايتس اوف بالس، ايه هي اماكن البلس. ولو ركزنا في اماكن البلس والكاركترستيك اوف بالس يبقى كده انجزنا، وانا مش قلقانه عليكم خالص في محاضره البلس. فركزوا في الجزئيتين دول، الاماكن وخصائص البلس. اول حاجه اماكن البلس، انا عندي 9 اماكن في جسمي. عندي كام حاجه؟ عندي 9 اماكن في جسمي. 5 في الجزء العلوي من جسمي و4 في الجزء السفلي من جسمي. يبقى انا عندي كام مكان؟ عندي 9. هنحفظهم النهارده ان شاء الله صم في المحاضره. اول حاجه هناخد الجزء العلوي في الجسم. temporal الشريان الصدري. carotid apical brachial radial temporal carotid temporal carotid apical brachial radial temporal carotid apical brachial radial. دول الخمسة اللي في الجزء العلوي من جسمي. apical اللي هو بنعملها فين؟ عند عضلة القلب. temporal carotid apical brachial radial
هسيب لكم صورة فيها كل الأماكن بالظبط. يبقى قلنا temporal, carotid, apical, brachial, radial. temporal, carotid, apical, brachial, radial. temporal, carotid, apical, brachial, radial. أنا كده خدت ال5 أماكن اللي في الجزء العلوي من جسمي. عايزة اخد ال4 أماكن اللي في الجزء السفلي من جسمي، من أول الفخذ لغاية قدم الرجل. يبقى أنا خدت ال5 الأولانيين اللي في الجزء العلوي من جسمي. هاخد دلوقتي ال4 أماكن اللي هو بداية من الفخذ لغاية ايه؟ لغاية القدم. أول حاجة femoral. femoral femoral اللي هو الفخذي. popliteal 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 posterior tibial posterior tibial dorsal pedis dorsal pedis dorsal pedis femoral femoral popliteal popliteal. عارفين عند الركبة كده من ورا الركبة. posterior tibial posterior tibial dorsal pedis femoral 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 popliteal popliteal posterior tibial posterior tibial dorsal pedis femoral femoral popliteal popliteal posterior tibial dorsal pedis. وتالت حاجة هناخدها النهاردة ايه هي الكاركترستيك اوف بالس، ايه هي خصائص البلس. وبصوا بقى عايزاكم تركزوا معايا كويس جدا. ليه؟ لان الكاركترستيك والاماكن هما الكور بتاعة المحاضرة. يعني ايه الكور بتاعة المحاضرة؟ يعني اساس المحاضرة، يعني اغلبية الاسئلة بتيجي في الجزئية دي. وركزوا معايا قوي لما اقول لكم الكور بتاعة المحاضرة. الكور بتاعة المحاضرة يعني اساس المحاضرة، ما ينفعش ما تتذاكرش، هي اساسها. تمام؟ يبقى اساس محاضرة البلس الاماكن والكاركترستيك. طيب اول حاجة في الكاركترستيك اوف بلس هنسمع كلمة ريت. البلس ريت. الدكتور هتقولي روحي اعملي لي البلس ريت. يعني ايه بلس ريت؟ يعني معدل النبض في دقيقة، معدل نبض القلب في دقيقة. طيب معدل نبض القلب اللي انا بقيسه في دقيقة بقيسه ازاي؟ يا اما بالتيبس اوف فينجرز يا اما بالستاتسكوب عن طريق الاسكالتيشنز. يبقى عندي طريقتين، يا اما بصوابعي تيبس اوف فينجر يا اما بالستاتسكوب ايه؟ السماعة. يبقى البلس ريت يعني ايه؟ عدد نبضات القلب في دقيقة. يبقى البلس ريت معناها عدد نبضات القلب في دقيقة. طيب في ناس بتحسب في نص دقيقة وتضرب في 2، غلط، وهنقول ليه بعد كده. يبقى البلس ريت معناه عدد نبضات القلب فين؟ في دقيقة. طيب معدل النبض الطبيعي قد ايه؟ من 60 ل100. واحفظوا دي بقى ما تتنسيش، من 60 لايه؟ 100. يبقى النبض الطبيعي في الادلت في الانسان البالغ كام؟ من 60 ل100، لانها بتختلف في الاطفال، بس احنا دلوقتي بناخد ايه؟ الادلت. يبقى المعدل الطبيعي كام؟ من 60 ل100. طيب لو قل عن 60 هيبقى اسمه ايه؟ ولو زاد عن 100 هيبقى اسمه ايه؟ لو زاد عن 100 النبض هيبقى اسمه تاكيكارديا. تاكيكارديا. لو زاد عن 100 هيبقى اسمه تاكيكارديا. يعني ايه تاكيكارديا؟ يعني نبض اكتر من الطبيعي، سريع. طيب لو اقل من 60 هيبقى اسمه ايه؟ براديكارديا. براديكارديا يعني النبض بطيء اقل من الطبيعي. يبقى اول كاركترستيك في البلس ريت. ريت يعني ايه؟ معدل نبضات القلب في دقيقة. المعدل الطبيعي كام؟ من 60 ل100. بي ام ما تتنسيش، نبضة في الدقيقة.
بي ام. طب لو هو اكتر من 100 هيبقى اسمه ايه؟ تاكي كارديا. لو اقل من 60 هيبقى اسمه ايه؟ برادي كارديا. وتاني حاجة هاخدها في الكاركترستيك ريزم. ريزم يعني ايقاع. يعني ايه ايقاع؟ المفروض لكل صوت ليه ايقاع. فالنبضة اللي انا هسمعها ديت يعني ايه الايقاع بتاعها؟ هناخدها بالانجليش وبعدين هنترجمها بالعربي وهتفهموا ازاي. rhythm cardiac contraction cure with interval. يعني كل مش القلب بينقبض وينبسط، تمام؟ كل انقباضة ما بين كل انقباضة وانقباضة في ايه؟ مسافة. طب انا بتترجم لي ازاي اما اجي بقيس؟ بسمع تيك تك تيك تك تيك تك، في مسافة ما بين النبضة والتانية. هو ده بقى، هو ده إيقاع النبضة، اسمه إيه؟ ريزم. ريزم اللي هو الكارديك كونتراكشن كيور ويز انترفال. كل انقباضة وانقباضة بيحصل ما بينها إيه؟ بيكون فيها مسافة اللي هي تيك تك تيك تك. هي دي المسافة اللي ما بين النبضة والنبضة. طيب لما تبقى المسافة كده مظبوطة هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها regular rhythm. regular rhythm إيقاع منضبط لنبضة القلب. طيب لو سمعنا تك 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 كده ايه؟ irregular. يعني ايه irregular؟ يعني إيقاع غير منتظم. تاني، rhythm يعني إيقاع نبضة القلب. إزاي؟ ما بين كل انقباضة وانقباضة للقلب في مسافة. بتترجم لي إزاي وأنا بقيس النبض؟ بسمع تيك تك، في مسافة ما بين النبضة والنبضة. طيب اللي هي دي تيك تك، المسافة دي لازم تبقى قد المسافة هنا، تيك تك تيك تك. طيب لما تبقى منتظمة هتبقى اسمها ايه؟ regular rhythm. regular rhythm إيقاع منضبط أو منتظم لإيه؟ للبلس. طيب لو هي غير منتظمة هسمعها ازاي؟ تك 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 تك. هنحس ايه؟ الإيقاع غير منتظم. هقولها بالإنجلش ازاي؟ irregular rhythm. irregular rhythm. irregular rhythm. regular يعني منتظم. regular rhythm يعني إيقاع منتظم. irregular rhythm إيقاع غير منتظم. ونحفظ أو نفتكر بالرسمتين دول. وتالت حاجة هناخدها في الكاركترستيك quality. quality يعني جودة النبضة. strength of pulsation قوة النبضة. يعني ايه برضو؟ المفروض احنا بنقول ايه؟ بنسمع ايه؟ تيك تك، بسمع نبضة واضحة. لكن لما اسمع حاجة سطحية كده كأني أكاد أكون مش عارفة اسمعها، تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك، تحس إن هي يعني حاجة سطحية كده، ما هيش واضحة نبضة قوية. يبقى الكواليتي اوف بالس اللي هي سترينث اوف بالسيشن، قوة النبضة. بسمع تيك تك تيك تك. لكن لو هي ضعيفة اسمع تيك تك تيك تك تيك تك، اكاد اكون مش عارفة اسمعها كأنها حاجة سطحية. ملحوظة بس عشان لو انتوا بتقروا في الكتاب الساوند هارت ريت بنسمع ايه؟ لب دب لب دب. بس انا حبيت اوضحها لكم اكتر ان احنا بنسمع تيك 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 تك، فبتبقى اوضح كتوضيح ليكوا الاصوات بتاعه القلب. لكن في الكتاب هتسمع الهارت ساوند مكتوب لب دب لب دب. واخر حاجه هناخدها النهارده ايه هي الفاكتور افكتنج على البلس، او ايه هي العوامل اللي بتاثر على النبض. اول حاجه معانا الايدج اللي هو العمر، وده هنلاحظه اكتر لما ناخد البرانش بتاع البيدياتريك نيرسينج اللي هو تمريض الاطفال. هنلاقي البلس في النيو بورن والانفانت اللي هو الطفل حديث الولاده مختلف تماما عن البلس في حد ادلت، وده هنبقى ناخدها بعدين في البيدياتريك نيرسينج.
فالايدج ليه تأثير على البالز عشان ما نتفاجئش، عشان ما نجيش نقيس البالز النيو بورن ونقول هو ليه عالي كده. الجندر اللي هو الجنس، الفيميل او الميل بتتفاوت في النورمال رينج. مش معنى كده مثلا نقول ان الميل الراجل بتبقى البلس عنده اعلى من الست، لكن بتتفاوت حسب مثلا الفيميل عشان الهرمونز والمنستيروال والحاجات دي كلها، فممكن بتزود البلس. الاكسرسايز، واحد بيعمل تمرين بالتأكيد البلس بتاعه ممكن يزيد وممكن يزيد عن 100. الميديكيشن، في بعض الأدوية فعلا بتزود البلس. ستريس، الضغط النفسي طبعا بيعلي البلس. ديزيز بروسيس، في بعض الأمراض كتير جدا بتعلي البلس. يبقى هناخدهم تاني: الايدج، الجندر، اكسرسايز، ميديكيشن، ستريس، ديزيز بروسيس. طيب احنا ليه بناخد الفاكتور افكتنج على البلس؟ عشان لما تيجي تقيس البلس تبقى عارف مثلا انا رايح اقيس لطفل عنده شهر ولقيت النبض بتاعه عالي عن النورمال رينج اللي انا اخداه مثلا في اساسيات التمريض، لا ابقى فاهم ان النبض بيختلف من عمر لعمر. برضو حد كان جاي لي بيعمل تمرين او اخدها جري، هقيس له النبض ولا اقول له يرتاح شويه؟ اقول له يرتاح شويه. طيب حد بياخد ادويه فهساله انت بتاخد ادويه ايه عشان اعرف هل الدواء ده مأثر على النبض بتاعه ولا لا. حد جاي حساه مضغوط نفسيا ومتضايق وانا بقيس له البلس وهو ممكن ما يكونش عنده حاجه، بس علشان الاسترس اللي هو فيه الوقت ده على البلس. فليه باخد الفاكتورز؟ علشان اما اجي اقيس وبعمل تقييم ابقى عارفه ممكن يكون النبض ده عالي لشيء مؤقت بسبب ستريس، بسبب اكسرسايز، او بسبب ميديكيشن، او بسبب ان هو عنده مرض، او بسبب من عمر لعمر.